يمكن المشروع الجاي يكون له علاقة بحالتي وحالة ملايين من الناس. فريق سويفت جامعة المنيا، تحية كبيرة قوي لجامعة المنيا. كنت دايما بسيب الامتحانات بتاعتي وامشي بسبب ان انا مش قادره اتنفس ومش قادره اكمل الامتحان. فحبيت ان انا اساعد نفسي واساعد غيري، ودي كانت بدايتي مع سويفت. الرابو ما وقفنيش ان انا اكمل حلمي. انا واهداء اصحاب من اولى جامعه. بابا وماما ساعدوني اتاقلم مع الازمه. انا اهداء من جامعه المنيا. انا بدايتي مع الرب بدات وانا في اولى كليه. في الاول ما كنتش مدركه ايه المشكله اللي انا بعاني منها، لفيت على دكاتره كتير، محدش كان عارف ان انا عندي رب. في دكتور ما قال لي ان انا ممكن يبقى عندي هيدن ازمه، ودي ما بتظهرش في اشعه. فبعدها عملت وظائف التنفس دي، وفعلا طلع الريزلت عندي ان انا عندي هيدن ازمه. كنت دايما بسيب الامتحانات بتاعتي وامشي بسبب ان انا مش قادره اتنفس ومش قادره اكمل الامتحان. عندي في البيت بدأوا يراعوا ان انا اي ريحه ممكن تتعبني يبعدوني عنها، كل ما هو مسبب للازمه ممكن يأذيني في البيت فهم منعوه. انا دايما بمشي بجهاز بيساعدني، انا مش ببقى مدركه ان الازمه هتجيلي. لقيت ان انا مش انا بس اللي بعاني من دوت. كنت بسيرش على ازاي اتعامل مع المرض بتاعي، وحبيت ان انا اساعد نفسي واساعد غيري في ان انا ادور على حل للمشكله دي. فعشان كده دي كانت بدايتي مع سويفت. اهداء كانت بتتعب كتير في الامتحانات وكده، كنا بنساعدها بنديها الدواء كده لانها ما كانتش قادره تاخده. كنا ساعات كتير بنضطر ان احنا ننقلها للمستشفى. احب اقول لاهداء ان احنا ان شاء الله هنقدر سوا نحل مشكلتك ومشكله اي مريض بربو مع سويفت. هنا كان اول بروجكت لينا. مشكله اهداء مش نهايه الطريق، ومن هنا بدات افكر ازاي احل مشكلتي ومشكله ناس كتير. مساء الخير، انا اهداء فاوندر سويفت، عندي 20 سنه والاسك بتاعنا 1,005,000. المشكله بدات لما كنت قاعده في محاضره او سيكشن والاقي نفسي مش قادره اتنفس. لما عملت وظائف تنفس لقيت ان انا عندي ازمه ربو. مشكله ازمه الربو المفاجاه دي بتسبب متوسط الوفيات سنويا 400,000 حاله وفاه. فحاولنا ان احنا نحل المشكله دي، عملنا ابلكيشن بيوصل بالطوارئ، ولكن لقينا ان دوت بياخد من ساعه لربع ساعه. المريض وصل للمستشفى ومش عارف يتعامل مع محدش عارف يتعامل مع حالته. فرجعنا تاني للمريض لانه عنده مشكلتين اساسيتين. اول مشكله ان هو بيبقى مش مدرك ان الازمه هتحصل له، تاني مشكله ان هو لما الازمه بتحصل له بيبقى محرج ان هو يفضل في المكان اللي حصلت فيه الازمه. فاحنا توصلنا ان احنا نعمل سمارت ووتش نوصلها بموبايل ابلكيشن. سمارت ووتش دي هيبقى فيها 2 سنسور، اول سنسور بيقيس ضربات القلب والاكسجين ودرجه الحراره، دي من خلالها نقدر نديله انديكيشن ان هو يقدر ياخد البخاخ بتاعه قبل الازمه. تاني سنسور بيقيس الاير كواليتي اللي هو مسببات الازمه زي الدخان، ان هو يقدر يديله الارم ان انت المكان ده بالنسبه لك خطر، لان هو مش بيبقى مدرك ان في ريحه بالنسبه له، او بيبقى جسمه بيتاثر لكن هو مش حاسس بده، فبنديله الارم ان هو يبعد عن المكان ده لان بالنسبه له في خطر. بلس ان الابلكيشن فيه مواعيد الادويه نوتيفيكيشن بيها وفول اب مع الدكتور، وكمان بيبقى فيه شير لوكيشن بحيث ان هو الالارم لما يجي له سواء على الساعه او الموبايل، فالشير لوكيشن ده بيحصل مع حد من اهله بحيث ان في حد يبقى متابع ان في ازمه هتحصل له. الماركت بتاعنا في العالم 300 مليون مريض ربو ومنهم 23 مليون في مصر. ده شكل البورتال بتاعنا. فالابلكيشن في الاول بيقرا الداتا، كمان بعدها بيبقى في جزئيه النوتيفيكيشن بمواعيد الادويه، وفي فول اب، وفي الشير سكرين. المنافسين في فايند اير وازمه هاب، احنا بنتميز عنهم ان احنا بندي الانديكيشن قبل الازمه والاير كواليتي ميجرمنت، انما روبن ديترن احنا بنتميز عنهم بالنوتيفيكيشن بمواعيد الادويه. فاحنا كده بنتميز في حاجتين، الانديكيشن قبل الازمه والاير ميجرمنت. الكاستمر بتاعنا فاحنا بنتارجت فئه الطلاب والعاملين لان هم اكتر فئه عرضه لحدوث ازمه مفاجاه، لان هم اكتر ناس بيطلعوا بره البيت، اللي هم بيمثلوا 8,273,000. هنقدر نوصل لهم من خلال كامبين على السوشيال ميديا. احنا متارجتين ان احنا خلال 18 شهر نصنع 200 جهاز، سعر الجهاز الواحد 6,000 جنيه، الريفينيو بتاعنا هيبقى 1,200,000، النت بروفيت 195,000. الرود ماب في الاول احنا بدانا جزئيه الريسيرش وجبنا سمارت ووتش اوريدي موجوده، عملنا بيها تيست، وصلنا من خلالها باترن نقدر من خلالها ندي انديكيشن قبل الازمه. وعشان نشوف الكلام دوت اوريدي حقيقي ولا لا، لقينا ان في اكتر من ساينتفك ريسيرش بيؤكد الباترن اللي احنا وصلنا لها. احنا بدانا جزئيه الديفلوبمنت، عملنا الابلكيشن وعملنا السوفت وير للواتش. حاليا احنا في مرحله التيست. البورتال بتاعنا مش اندستريال، بس من خلاله نقدر نعمل التيست. المرحله الجايه نبدا مرحله التصنيع. احنا اوريدي تواصلنا مع شركه عندها ماشين نقدر نعمل من عندها البي سي بي بتاعنا، فده طبعا هيقلل التكلفه
شويه في الهاردوير. الاسك بتاعنا 1,005,000 منهم 57% للاوبريشنال، 40% للهاردوير، 3% للسوفت وير. احنا السوفت وير هيتعمل مره واحده بس، وبعد كده هيبقى مينتيننس. احنا التيم انا اهداء فاوندر، بسنت اي ديفلوبر، وساره ميكاترونكس انجينير، وكمان معانا اسراء باك اند. هنسقف تاني عشان كلهم بنات برضو، معلش يلا. أدير هي اللي عاوزة تتكلم، صح؟ الأول ليه 5000 يعني 1,000,005,000 ليه هي الحاسبه جت كده. جت كده؟ ماشي. طيب بصي، أنا عندي سؤال مهم قوي، إيه نسبة الأكيرسي بتاعت القصة دي؟ يعني القصة it sounds amazing، قصة خطيرة وهدف جميل، وطبعا تحفة إن أنتوا بنات اللي عاملين البروجكت ده، بس أنت بتقولي تقدري تشوفي قبل ما الأزمة تحصل، قد إيه نسبة الأكيرسي في الحتة دي؟ احنا اوريدي وصلنا الباترن من خلالها نقدر ندي ده، لان الباترن دي اوريدي حقيقيه، والضربات القلب هو في الطبيعي ان بيقولوا ان الازمه ب 120 وبيطلع، لا، لان لا، هي الازمه يعني ضربات القلب توصل 40، فدي من خلالها نقدر ندي الانديكيشن. الموديل كررناه اكتر من مره وثابت، يعني الباترن ثابته، في 4 باترن وصلنا لهم في حاله التوتر، لان التوتر من مسببات الازمه، في حاله ان في دخان بعيد وهو مش مدركه او مش حاسس بيه، في حاله الباترن الثالث كان لو اللي هو جات له يعني مثلا حد رش برفيوم جنبي دايركت. عملتوا فاليديشن مع دكاتره طيب ان الموديل ده بالتاثيرات دي صح، الريت صح؟ بالظبط، احنا اوريدي معايا الدكتور اللي هو انا بتعالج معاه، هو اوريدي بيفولو معانا، بلس ان احنا برضو معانا منتور كبزنس. النهارده في ابس كتير جدا بتقيس حاجات كتير جدا في الجسم. في اي اب من اللي بيقيسوا حاجات كتير جزء منها ان هو يقرا القصه بتاعت الرب ولا مش موجوده خالص؟ مفيش، يعني مثلا لو هنفترض مثلا ابل واتش، هي اوريدي فتنس يعني او الحاجه السبورت، يعني لما مثلا لو حد شافها او عملها هي ما بتديش الانديكيشن، هي بس للشخص الرياضي بيفولو ضربات قلبه وكل هو بيجري او حاجه زي كده. بس ليه ما تعمليش الابلكيشن بتاعتك انتجريتد اوريدي مع الابل واتش؟ يعني ليه قلتي عايزه اعمل هاردوير او عايزه اعمل ديفايس تاني؟ يعني مش فاهمه ايه قوي الديفايس. ممكن يبقى طبيعه السنسورز اللي هي عايزاها مش موجوده في الساعه او في الديفايس. بيقيس الجو، بيقيس هو الاير ميجرمنت مش موجود. وكمان مختلفين عن الساعات التانية ان احنا بنقيس بالوقت الفعلي لحظه بلحظه. الساعات التانية ممكن وانت مثلا بتعمل تمارين انت تدخل تشوف ضربات قلبك كام كده، وكمان في جوده الهواء في الدخان وكده، الحاجات مش دقيقه. مين اللي هيعتمد البرودكت ده ويطمنا ويطمن الناس ان البرودكت ده موثوق فيه؟ ما هو لازم شهاده من جهه، يعني الادويه بيقولوا الاف دي اي، وزاره الصحه. البرودكت ده مين اللي هيديله سبورت؟ مين اللي هيعتمده ويقول ان البرودكت ده سيرتيفايد وان هو بيحقق النتائج اللي انتوا قلتوا عليها؟ هو احنا ما وصلناش ان في حد فعليا نعرف ناخد منه السيرتيفيكت دي، او احنا ما نعرفش مين الجهه اللي دايركت نقدر نوصل لها يعني ناخد منها السيرتيفيكت. اي دعم ايا كان لو طلع لهذا المشروع فهو دعم مرتبط باستكمال التراخيص الممكنه والاجراءات القانونيه اللي هو مسؤول عنها. احنا عندنا برضو جهه حكوميه محترمه جدا فاهمه الاجراءات بتاعتها، اللي هو صندوق رعايه المبتكرين والنوابغ التابع لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وفي لجنه علميه مختصه. هذه اللجنه بيكون دورها انها تدقق كل الكلام ده علميا، لكن في بعض الاحيان بيكون في استثمارات لاستكمال البحث العلمي او لاستكمال مظبوط كده يا هاني، لاستكمال البروتوتايب. فاحنا لو بنستثمر فاحنا بنستثمر اكتر في البروتوتايب، مش بنستثمر باعتباره مشروع قائم. هدير، يعني على قد ما انا عاجبني المشروع، بس الفرق بينكم وبين اي مثلا ابل واتش، ان ابل واتش جايه من شركه زي ابل، شركه كبيره، انا بثق في اي حاجه هي بتقولها لي، فانتوا محتاجه تشوفي ايه اللي احنا في ان ولا اوت دلوقتي؟ هدير ان ولا اوت؟ فانا اوت لحد ما اشوف ايه اللي يديني الثقه ان الكلام ده فعلا صحيح، والبروتوتايب واضح ان هو لسه برضو بيسك، فان شاء الله ممكن ترجعوا السنه الجايه تاني يكون معاكم بروتوتايب واضح وصريح، ويكون معاكم حاجه تدينا الثقه في ان احنا ننفست في البرودكت ده. ميرنا، ما اقدرش اقول ان انا ان از بروجكت، بس انا ان تشجيع ب 100,000 عشان تقدروا تكملوا البروتوتايب وتشتغلوا اكتر على اليوزر انترفيس. واهم حاجه في الدنيا ان انتوا تعملوا تيستنج، اهم حاجه في الدنيا معاكم دكاتره، اهم حاجه في الدنيا يبقى في تراخيص، لانه دي بيتعلق بصحه الاشخاص. طارق، انا برضو شايف انه محتاجين شغل كتير، انتوا ما اقنعتونيش. انا اوت. شلبي، انا برضو مش مقتنع، بس انا بضم صوتي لميرنا ان انتوا يعني بدل البادجت المطلوبه ال1,000,000 جنيه اللي فيها حاجات كتير، انتوا هتاخدوا بادجت صغيره تركزوا بيها على المنتج.
ان انتوا تطلعوا البروتوتايب مظبوط وتيجوا السنه الجايه عشان النكست ستيبس التسويق والكوميرشاليزيشن. فانا ممكن ابقى يعني 100,000 برضو تشجيع عشان تتحركوا الخطوه اللي جايه. هاني. حاجتين، بنات صعايدة حلوين، وانا اصلا مواليد المنيا، فانا يعني لازم الواحد يشجع بلدياتك يعني. بلدياتنا كلنا، احنا كلنا صعيد. احنا هنكملهم لغايه 500,000، يعني هنحط 300 ومينلي على النقطتين اللي اتقالوا، ان هيبقى لتطوير ان ده يا ينفع يبقى منتج نهائي، يا ينفع ان هو يطلع بجزء بيتنت ده نقدر نديه لشركات اوريدي بتصنع بقيه الديفايسز. مبروك يا بنات، مبروك. ألف 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 مبروك فريق سويفت جامعة المنيا. 500,000 جنيه دعم من جينزي مرتبط ب زي ما قلت لحضراتكم اللجنة العلمية والتدقيق العلمي والتراخيص المطلوب.